السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض صابون غسيل، صابون مواعين. ده بيكون شكل الصابونة. المفروض ده كان صابون كان عندي قبل كده يعني. بس انا النهاردة هعمله قدامكم بكل تفاصيله. معايا هنا لترين زيت مستعملين طبعا. معايا هنا بوتاص، دول حوالي ربع كيلو بوتاص، يعني لترين الزيت بياخدوا ربع كيلو بوتاص. بتجيب البوتاص ده من عند اي حد من بيبيع الدهانات، بيكون موجود عنده. ودول حوالي 4 أو 5 ليمونات زي ما يكون عندك يعني. وده زيت جليسرين او زيت جليسرين، يعني بنضيفه للصابون علشان خاطر يعمل نعومة في الايد. وطبعا ما ننساش الكمامة عشان التفاعل بتاع البوتاص هنلبسها. وده كيس بقى منظف سائل كده، اي كيس عندك برسيل جيل اللي انت عاوزاه. وده دوني، هنحط منه شويه برضو علشان يدي ريحه شويه للصابون، ما يبقاش ريحته نفاذه، او لو زيت مثلا فيه زيت مش نظيف ولا كده بيغير ريحته. اللي محتاجينه دلوقتي، محتاجين جردل، يكون جردل نظيف، جردل الحمام ما تكونيش بتستخدميه في حاجه في الاكل. وتعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه كده، ده الجردل بتاعنا اهوت. اول حاجه كده هبدا ان انا هعصر الليمون اللي معايا كده بالشكل ده. هخلص عصر الليمون اللي معايا حوالي 5 ليمونات وهرجع تاني. كده انا عصرت الليمون اللي معايا اهو، ما يبقاش فيه بذر ولا حاجه. طبعا لبست الكميه بتاعتي علشان خاطر التفاعل اللي هيحصل دلوقتي. معايا هنا حوالي كوبايه ميه اهي، هنزل بيها. وربع كيلو بطاطس اهو هنزل بيه. بسم الله. شوفي بقى عندك خشبه، اي حاجه ما تستعمليهاش، دي كانت معلقه خشب بس قديمه، بس اعملها للحاجات دي وبس. مش هوقف الفيديو هنا، شايفين الدخان اللي بيطلع؟ اكيد شايفينه. طبعا ده ضرر ان حد يشمه، فحاولي تبعدي بنفسك بقدر الامكان عشان ما يدخلش نفسك وكده. انا لابسه كمامه برضو، بس برضو يعني هفضل ادوب فيه كده لحد ما يبقى خالص مع الميه اهو. كده خلاص ده تماما. هاجي بقى في المرحله دي هجيب المصفى عشان انزل بالزيت. مصفى اهي عشان لو في زيت شوايب ولا حاجه. بسم الله. طبعا ده زيت آلية بقى، سواء برنجان، بطاطس، ممكن يبقى فيه سمك، بس يعني لو الاحسن احنا بنعزل اللي هو زيت السمك عن زيت البطاطس والحاجات التانية، عشان السمك بقى زفر شويه، فبيدي للصابون ريحه زفره شويه. بس ده كله بطاطس اهو، برنجان، فمفيهوش ريحه خالص، فان شاء الله يطلع صابون كويس جدا. هندي تقليب طبعا، اشيل بس المصفى بالشكل ده، وهفضل اقلب كده على طول مش هوقف. طبعا عاوز تعملي كميه اكبر هتضاعفي الكميه اللي معاكي. الجليسرين بقى هنزل بالجليسرين عشان خاطر الملمس بتاع الايد بالشكل ده. بسم الله اهو، وانزل اهو، شايفينه؟ حابه تزودي اي حاجه يعني جليسرين زودي براحتك بالشكل ده. ده خلاص العبوه خلصت، وهدوب برضو. ده كيس كده مسحوق زي البرسيل الجل، هنزل بيه برضو، بيدي ريحه حلوه، بيدي رغوه. يعني بصي اي حاجه تضيفيها يعني مش منكهات، يعني روائح بتخليه تخلي الصابون بتاعك جميل قوي. هو الصابون اصلا اساسه ايه؟ البوتاص والزيت، فالحاجات التانية دي كلها ايه؟ اضافات اللي انا بزودها دي. وهقلب برضو. عندي برضو الدوني ده دوني سايب، بيتباع سايب كده مش من الازايز. هنزل برضو بشويه كده حلوين اهو.
هيدوا ريحه برضو حلوه قوي. اهو هقلب. شايفين اللون اتغير ازاي، والريحه كمان طلعت حلوه قوي. على فكره هو كده الصابون خلص معايا اهو، مش ناقص بس غير ان اصبه في القالب. لو عندك قالب خشب بتفردي فيه شنطه وتصبي فيه، ما عندكيش قالب خشب انا بصب في قالب الالومنيا بتاعي وبفرش الكيس. ده القالب اللي معايا اهو، انا جبته دلوقتي وحطيته وحطيت فيه شنطه عشان ما القالب ما يحصلوش حاجه، وهنزل فيه بالصابونه. بسم الله. بس كده. طبعا هو سايل معايا دلوقتي، ما تبصوش دلوقتي، انت هتسيبيه. في الشتاء عامه بياخد ممكن يومين وما يكملش احيانا اليومين، وفي الصيف ممكن ياخد له مثلا 3 ايام او 4، هو حسب الجو يعني. انا كده خلاص صبيته كله. هحطه بقى في مكان يكون فيه هوا بس ما يكونش فيه شمس، وبعد كده هبص عليه لما يمسك هقطعه بالسكينه. اوعي تسيبيه لما ينشف جامد وبعد كده تقطعيه، لانك لو سبتيه لما ينشف جامد وجيتي تقطعيه مش هيتقطع خالص معاكي. فانا اول ما يمسك هوريهولكم وانا بقطعه، ولما يخلص هوريكم بعد ما يخلص شكله ايه. استنوني. اهو كده بقطعه اهو، يا ريت يكون واضح، كل قطعه مع الواحده اهي، اكنك بتقطعي صينيه كيكه. هسيبه بقى تاني في البلكونه ينشف اكتر، ولما ينشف ويبقى قطع كويسه كده هوريهولكم. بالطريقه دي يكون صابوننا خلص. هو كده خلاص يعني تقريبا نشف خلاص خالص. لو لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي شكرا ليكم. سلام.